عزيزي المشاهد، عارف إن جسمك ممكن ينهار لو نقص فيه 2% بس من المية؟ الجفاف مش بس عطش، ده ممكن يوصل لمشاكل في الكلى والمخ والقلب. يعني إيه جفاف؟ الجفاف بيحصل لما الجسم يفقد مية أكتر من اللي بياخدها، وده بيأثر على كل أعضاء الجسم. ومن أعراض الجفاف عطش شديد وجفاف في الفم، دوخة وصداع، قلة التبول أو لون بول غامق، إرهاق وضعف التركيز. وفي الحالات الشديدة بنلاقي ضربات قلب سريعة وانخفاض ضغط الدم. طيب ليه شرب المية مهم؟ لأنه ببساطة بينظف الجسم من السموم، ويحافظ على ضغط الدم طبيعي، ويحمي الكلى من الحصوات، ويساعد على التركيز والانتباه، ويحافظ على نضارة الجلد، ويقلل من التجاعيد. طيب دلوقتي احنا محتاجين قد ايه مية نشربها في اليوم؟ الكبار حوالي 2 ل 3 لتر يوميا، بيعتمد على الوزن والنشاط. الأطفال حوالي من لتر للتر ونص مية يوميا. في الحر أو مع الرياضة الجسم محتاج أكتر. دلوقتي هقولك على نصايح عشان تحافظ على ترطيب جسمك. اشرب كوباية مية أول ما تصحى من النوم. خلي معاك ازازة مية طول اليوم. كل فواكه وخضار فيها نسبة مية عالية زي البطيخ والخيار. وقلل من المشروبات الغازية والكافيين لأنها بتزود فقدان السوائل. الخلاصة يا عزيزي، المية مش رفاهية، ده أساس حياتك. جسمك محتاجها علشان يشتغل صح ويحميك من التعب والمضاعفات. وبس كده، قولنا بتشرب قد ايه مية في اليوم؟ تفتكر تزود ولا لأ؟ اكتبلي في الكومنت. والسلام عليكم.